الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اقتناء الكلاب عموما في الجملة أولا فيذم ذلك ويكره ذلك لأنه ينقص الأجر. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فالذي يقتني الكلاب لغير حاجة كلب حراسة أو ماشية أو صيد، حراسة المنازل أو ماشية أو صيد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فإذا اقتنيتها للحراسة جاز، إذا اقتنيتها للحراسة جاز اقتناء الكلاب للحراسة ولا إثم عليك في ذلك. وما سوى ذلك فلا تقتني الكلاب للذي سمعت، ولأنها تطرد الملائكة من البيت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.